تخيلوا كده حد يسألكم يقول لكم what do you do every day؟ بتعملوا ايه كل يوم؟ فانتوا تجاوبوا cook, work, bed. النهارده بقى هنتعلم مع بعض ازاي نعمل full sentences مهمة جدا نستخدمهم بشكل daily من غير ما نرتبك ونبقى عارفين كل الكلمات المهمة. Hi everyone, welcome to my channel Your English Way. Today we're gonna talk about our daily routine. خلوني بقى استغل فكرة ان احنا بنتكلم عن our daily routine واقول لكم على ال present simple. احنا بنستخدم ال present simple علشان نتكلم عن our daily routine، عن الحاجات اللي بنعملها بشكل يومي. فاذا استخدامات ال present simple اول حاجة ان احنا بنستخدمه في الhabits او بنستخدمه في العادات، في الروتين اللي بيحصل كل يوم اللي احنا بنعمله. زي مثلا I drink coffee every morning. أنا بشرب قهوة كل يوم. تاني حاجة بنستخدم فيها ال present simple أو المضارع البسيط هي الفاكتس. الفاكتس يعني حقائق، إن مثلا المية لما تتحط في الفريزر بتتجمد، الشمس بتيجي بتشرق من الشرق وبتغرب من الغرب، والحاجات اللي هي بتحصل دون تدخل الإنسان كده شوية. The sun rises from the east، يعني الشمس بتشرق من الشرق. تمام. تالت حاجة معانا أشياء ثابتة، حاجة بتحصل زي مثلا أنا عايش في القاهرة أو هي عايشة في القاهرة. She lives in Cairo. She lives in Cairo. كمان بيستخدم في الجداول الزمنية schedules. القطر مثلا بيمشي الساعة 8. أنا مش بستخدم هنا will، بستخدم ال present simple، يعني بقول the train. بنستخدم فيها ال present simple زمن المضارع البسيط. طيب الفورم بتاعه، التكوين بتاعه بيتكون من السبجكت بلس البيس فيرب او الفيرب infinitive اللي هو من غير اضافات. زي ايه؟ اول حاجة مثلا I we we they. I انا، you انت، we نحن، they هما. we اسم جمع. يعني ايه اسم جمع؟ يعني مثلا اما اقول اشخاص جمعهم اللي هو مثلا احمد وعادل وسيد، احمد وعادل وسمير، منى وفاطمه ومنى مثلا سي. فانا بقول كذا اسم، فدول بيتسموا جمع. فبياخدوا ايه؟ بياخدوا برضو اللي هو هما بيكونوا كده subject، بياخدوا base verb يعني من غير اي اضافات. تاني قاعدة عندي هي الهي والشي والات والاسم المفرد، يعني بسمي شخص اللي هو مثلا داد، مام، احمد، بس بقول اسم لوحده بياخد verb plus s او es او ies. زي مثلا she works at a hospital. ركزوا معايا، انا قلت works، يعني كلمة work او الverb بتاع work حطيت له s، فبقى she works at a hospital. She works at a hospital. طيب النفي negative ازاي بنفي؟ مع ال I وال you وال we وال they اللي هم بياخدوا البيس verb بحط كلمة don't plus الverb. يعني I don't like tea. We don't like coffee. واخدتوا بالكم ان احنا كده بنحط don't بعديها الverb من غير اضافات. he وشي وات والاسم المفرد بتاخد doesn't plus البيس verb. يعني ما بحطش s و es و ies للverb، بحط كلمة doesn't. يعني تخيلوا معايا كده ان doesn't اصلا فيها e و s، فانا ليه هحط للverb e و s طالما doesn't واخده او يعني ال doesn't دي تخيلوا ان هي الverb وتحط له s و es، فانا مش بحط للverb اللي بعديه اي اضافه. بيجي كده he doesn't like tea. he doesn't like tea. مع الكويستشن بقول لو مثلا هسأل بكويستشن انا محتاجه اجابه عليه yes او no، فبسأل لو مع ال I وال you وال we وال they بقول do plus I you we they واسم الجمع اللي هو احمد and محمد بلس البيس verb من غير اضافات. التاني حاجة هي ال does بلس he و she و it بلس البيس verb من غير اضافات. قلنا نتخيل ان ال does محطوط لها ال e وال s، فأي verb بعديها هيجي من غير اضافات. تعالوا ناخد examples. Do you speak English؟
do، بعديها subject you، بعد كده البيس verb speak، بعد كده English اللي هي تكملة الجملة، وبعد كده في الآخر خالص ال question mark. does she drive، does plus ال subject plus ال verb base verb drive من غير إضافات. في عندي حاجة اسمها adverbs of frequency، يعني كلمات اللي بتتكرر اللي ممكن لما أشوفها أقول إن أنا كده هستخدم أو بستخدم معاها ال present simple. هي كلمة always يعني دايما، تحتيها بيجي usually يعني مش دايما، يعني مثلا بنسبة 90%، usually often مثلا 50%، sometimes 40%، never 0%. she always wakes up early. ركزوا معايا، أنا قلت هي normal sentence. always مش بتمنع إن أنا ما احطش s أو es أو ies للverb، هي normal sentence، فعشان كده بقول she always wakes up early. خلينا ناخد بقى ال most important vocabulary اللي بستخدمها علشان أعبر أو أتكلم عن الروتين بتاعي. أول حاجة هي wake up، بصحى. get up، ايه الفرق ما بين wake up وما بين get up؟ wake up يعني بصحى بفتح عيني كده، لكن get up بقوم. get up، اوكي. بعد كده brush my teeth، go to work، go to school، have have breakfast، have lunch، have dinner. يعني ايه؟ بتناول الفطار، بتناول الغداء. مش بقول بقول have lunch، have breakfast، have dinner. انا عايزه اقول ان انا بصحى كل يوم الساعه 6. اقولها ازاي؟ احنا اتفقنا بنجيب السبجكت بعد كده البيس فيرب. يعني بقول I wake up at 6 a.m. every day. come back home or return home. ماشي. I study every day. فهي دي الموست important الكلمات المهمة اللي بستخدمها. go to bed، sleep. يبقى احنا كده خدنا ال present simple وعرفنا تكوينه وعرفنا ايه هي اهم الكلمات المستخدمة في الديلي روتين بتاعي اللي بستخدمها بشكل يومي. يلا بقى نعمل sentence كده. هو ال time expressions ده اللي بعبر بيه عن الوقت بتاعي، وده بيستخدم في ال present simple ازاي؟ بقول مثلا in the morning الصبح، in the afternoon الظهر، in the evening اللي هي فترة المساء، at night اللي هو بالليل بقى احنا خلاص هندخل ننام. اوكي، دول اسمهم time expression. ايه تاني؟ ممكن اقول at 6 a.m. لو بتكلم على حاجة daily. انا مثلا بروح التمرين every Friday، every day، every morning، every weekend. اوكي، فانا دول اسمهم time expression، بيعبروا لي عن ال present simple اللي بستخدمه في ال daily routine. now your turn. what do you do every day؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس انتوا بتعملوا ايه كل يوم. ما تنسوش تستخدموا ال present simple، ال time expressions و full sentence في الكومنتس، وان شاء الله هعدل لكم. see you soon.